تحديد السعر بيتم بناءً على إيه، بيتم بناءً على السوق اللي حوالين منّك، بمعنى أنت موبايلك لنفترض تمنه 20.000 جنيه، ما تروحش تحط تمن موبايلك 30.000 جنيه، ما حدش هيشتريه، ما حدش هيقرّب منّه، لإن هو السوق الدارج بتاع نفس الموديل ده في 2000 واحد عارضين قبل منّك نفس الموبايل ب20.000 جنيه، فأنت ما تفكّرش لمّا تحط 30.000 جنيه حد مثلًا ما يعرفش في السوق فهيكلمك ويبتدي يشتري مش هتحصل، الزبون بيدوّر كويس أوي وهو بيشتري، فحُط السعر بتاعك يكون سعر كويس كمان بالنسبة لسعر السوق، يعني هنفترض إن كل اللي بيبيع ب20 أنت بتبيع ب19 بتبيع ب18.5 حُط سعر كويس بحيث إن اللي يشوف الإعلان يخش يكلمك على طول من غير ما يفكّر. طيب هاعرف السعر العام منين؟ هاعرف السعر العام بتاع موبايلك من حاجات كتير، جروبات الفيسبوك، من موقع زي OLX، من محلات المستعمل، فأنت هتبتدي تشوف السوق اللي حوالين منك إن كان أونلاين أو السوق اللي موجود واقعي حوالين منك، وتقرر بناءً عليه سعر المنتج اللي معاك.